عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل المحشي الكرنب بطريقة جميلة جدا وبجد طعمه كان روعة. هجيب حلة وهنزل فيها بكمية الزيت، هنزل بقرن فلفل حراق، ده اختياري على حسب اذا كنتوا بتحبوا الحاجة حامية او لا. تمام. بعدين بعد ما دبل شوية الفلفلاية هنزل عليها ببصلتين كبار. تمام. صلوا على النبي يا جماعة. نزلت عليها بشوية توم صغيرين. تمام. حطوا اللايك يا شباب. هنا البصلة دبلت شوية، هسيبها تدبل خالص وبعدين هنزل عليها باقي الحاجة. هنا كانت دبلت، هنزل عليها بمعلقة كبيرة بابريكا وبشوية شطة اختياري ومعلقة صلصة كبيرة ومعلقة سكر. تمام. اعملوا سبسكرايب للقناة يا جماعة عشان القناة عندي واقعة خالص، وياريت بقى شير كده على جروبات مع اصحابكم، خلي كله يستفيد وفي نفس الوقت احنا بنستفاد. نزلت بالطماطم، عصير الطماطم. تمام. هسيبها تتسبك شوية يعني نص تسبيكة، ونزلت بالخضرة نصها مش كلها، الباقي هننزل بيه بعدين. هسيبها تتسبك شوية وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي. اعملوا لايك. التوابل بتاعتي بابريكا وشطة فلفل اسود كزبرة كمون ملح. تمام. هنا كانت اتسبكت، انا اخدت شوية منها حوالي معلقتين كده، معلقتين 3 كبار. هضيفهم على الشوربة. هنا كانت اتسبكت معايا خلاص، نزلت بالرز بتاعي. انا عاملة كيلو رز. هي الكرنباية كانت كبيرة شوية مش قوي برضك، عملت معايا الحلة دي كورق بعد اللف، وكمان حلة تاني صغيرة ملتها. تمام. هنا بقلب الرز مع الصلصة بتاعتنا، ونزلت بمعلقتين من الصلصة اللي انا كنت واخداها منها يعني، والباقي هحطه على الشوربة بتاعة المحشي اللي انا هسوي بيها. هنا طفيت عليها، هبدأ انزل بقى بباقي الخضرة اللي انا كنت سايباها. لو ما عملتوش اللايك اعملوا يا جماعة. هقلبهم مع بعض. المحشي ده حاجة جميلة جدا في الشتاء، هي معروفة اصلا شتاء يبقى محشي على طول، يعني اكلة جميلة وبتدفي، والشعب المصري مشهور بيها جدا يعني، وبجد هي كان طعمها تحفة جدا المرة دي، كمان كان فيها كده لذة الشتاء. هنا ابتديت احشي بقى. طبعا انا مقطعه جوه الحله ورق كرنب قديم، يعني مش قديم ايه ورق كرنب اللي هو بقيته، يعني الورق بقيت اللي هي كانت العيدان اللي في ورق الكرنب، ومقطعه جزر ومعلقه زيت. طبعا وانا بحشي حاولوا على قد ما تقدروا تخلوا الاخضر تحت،
ويعني كل ما تطلعي كل ما تفتحي في الكرومبة. تمام. هي كمان كانت يعني الكرومبة جميلة جدا، والورق كان مسكر. يعني تبدأي بالاخضر، وانتي بتحشي ما ترصيش الكرومب رصة معينة، عشان ده بيفرق بالتسوية. رص الكرومب بيبقى عشوائي. تمام. عشان في ناس كتير بتشتكي في التسوية ان هو بيطلع واحدة واحدة، يبقى الرص عشوائي، ما يبقاش فيه رصة معينة، عشان الشوربة توصل ليه كله ويبقى تسويته مظبوطة. هنا انا كده حشيت يجي نص الحلة. هكمل وهوريكم بقى في الاخر وانا بسويه. عملتوا سبسكرايب؟ فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يعني اهم حاجة تفعيل الجرس. اشتراك من غير تفعيل الجرس اكنكم ما اشتركتوش. هنزل بقى بالشوربة اللي انا كنت حاطه عليها معلقتين من الصلصة بتاعة المحشي. طبعا لازم احرك الحلة كده عشان اضمن ان الشوربة وصلت لغاية اخر صوبع. حتى في نص السوا لازم كل شوية احركه التحريكة دي عشان يبقى التسوية بتاعته كويسة. بصوا كده. تمام. هسيبه بقى يستوى وهوريكم الشكل النهائي ليه. هنا بدأ يتشرب معايا. هنا بقى انا كنت طفيت عليه وكان استوى. بجد هو شكله كان احلى من كده بكتير، الكاميرا ظلماه. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.